السلام عليكم يا حلوين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. جعت لكم اليوم بمقطع جديد وقصة جديدة. قبل لا نبدأ بقصة اليوم اشتركوا بالقناة، فعل جرس التنبيهات، تقيموا هذه القصة بلايك وآراءكم حول هالقصة تهمنا في التعليقات. وبس خلونا نبدأ بقصة اليوم. عمري ما كنت متخيل إني راح أعيش يوم مليء بالأحداث الغامضة والغريبة، بحكم حياتي الأكثر من عادية مثل أي إنسان بهالحياة. واللي يفرقني عن الناس إني انطوائي وأحب الوحدة بشكل ما ينوصف. الأشياء اللي صارت لي ما لقيت لها أي تفسير، والمصيبة إنها حصلت معايا قبل كم أسبوع من الآن بهالسنة، وتحديدا وقت ما أعلنت ذيك العاصفة إنها تقتحم عالمنا وتدمر كل شيء تحصلها بطريقها، الجميع بلا استثناء، وتعطل جميع التحركات للبشر، وقدرت تسرق منهم أعمالهم وأشغالهم، والأهم من هذا كله قدرت تقتل عائلات وبيوت كثيرة وتشتتها. طبعا حياتي قبل هالعاصفة أو حتى بعد ما جات نفسها كنت دايم ملتزم بيتي، ولا أحب أطلع إلا للضرورة القصوى، أشتري أغراض للبيت أو حتى أدور بالشوارع أغير فيها جو وأمشي فيها وقت بعيد عن الكل وبدون وجهة معينة. استمرت هالعاصفة لمدة يومين بكامل قوتها وهيجانها، مما اضطرت المدينة اللي أنا فيها تعلن عن حالة طوارئ وإخلاء بشكل عاجل قبل لا تجي العاصفة الكبيرة اللي بسببها راح تختفي هالمدينة وتنمسح بالكامل. جمعت ملابسي وأغراضي وجتني فكرة أني أروح لبيت العائلة الصيفي المتواجد بإحدى الغابات اللي تبعد عن هالمدينة حوالي ساعتين. ومن حسن الحظ إن اتجاه العاصفة ما كان يشمل هالغابة مستقبلا، والريح القوية راح تدفعها للجهة المعاكسة. كلها كم دقيقة أخذت فيها حاجياتي المهمة وطلعت من البيت واتجهت لأقرب سوبر ماركت، اشتريت فيها مؤونة تكفي المدة ما هي بقليلة تحسبا للوضع، واتجهت على الطريق السريع اللي كان فاضي وقتها، بحكم إن الكل كان سالك الطريق الرئيسي المعاكس اللي يوديك بعد كم ساعة للمدينة المجاورة. بعد مرور ساعتين بالضبط وقبل لا أدخل أعماق الغابة اتصلت على أمي وطمنتها إني ببيت العائلة قبل لا تسمع بالأخبار عن اللي صار وتقلق عن مكان تواجدي. وعشان النت والأبراج بداخل هالغابة بدأت تتلاشى وتختفي كل ما تعمقت فيها. دقائق معدودة وبدأت تبان ملامح البيت، وأثناء ما كنت مقبل توقفت فجأة بعد ما شفت عدد من الأحجار والأشجار متراصة فوق بعضها تمنع الدخول والخروج من طريق البيت. قلت باستغراب ما أذكر إني قفلت مدخل البيت بهالطريقة، بحكم إني قبل شهر بالضبط كنت هنا وما في أحد من أهلي زاره من مدة طويلة، وما حد قادر يعرف مكان البيت عشان موقعه البعيد عن الأنظار. واستنتجت أخيرا إنها بسبب الهواء وتقلبات الجو داخل هالغابة هي السبب بتراكم الأحجار والأشجار بهالشكل. بعد حوالي ربع ساعة انتهيت من تنظيف الطريق وصار سهل إنك تعبر من خلاله بسيارتك، وكلها دقيقتين وصرت قدام البوابة الكبيرة لبيتنا. قدرت إني أفتح الباب بالريموت كنترول اللي معايا ودخلت لين الباب الرئيسي، لبقت سيارتي قدامه مباشرة. نزلت من السيارة وأخذت نظرة سريعة على المكان، ابتسمت بعد ما جاني شعور جميل يراودني كل ما جيت وجلست بهالبيت فترة لوحدي أستجمع فيها راسي من إزعاج وصخب المدينة. أخذت نفس وأنا أتأمل السماء، وبلحظة عيني اتجهت لأحد الشبابيك المتواجدة بالدور الثاني، ولمحت طيف شخص واقف ورا الستارة وبأقل من ثانية اختفى. غمضت عيوني ورجعت فتحتهم ولا كان فيه أي شيء موجود باستثناء الستارة اللي جالسة تتحرك، بحكم إني نسيت المرة الماضية أقفل الشباك. للأمانة ما كنت متأكد إذا نسيت أقفلها ولا لا، لأني من النوع الدقيق وما أحب أغادر البيت إلا لما أتأكد إن كل شيء كويس. بديت أنزل الأغراض وأنقلها لداخل على دفعات، متجاهل اللي شفته ومتعذر بالتعب والإرهاق اللي تلقيته طول الطريق، وبسببه صرت أتخيل شيء ما هو موجود لما خلصت النقل كله. ولكن لما وصلت لمنتصف البيت وشغلت الأنوار حسيت بانقباض جاني وقتها ما عرفت سببه.
حطيت يدي على قلبي وأخذت نفس عميق وكملت أشيل باقي الأغراض. دقايق والمكان صار دافئ بعد ما شغلت المدفأة وتوجهت للمطبخ عشان أبدأ أسوي العشاء. استعنت بمشغل الأغاني المركزي لتغيير الجو، شغلت واحدة من الأغاني المحببة لي وصارت كل سماعة مركونة بزاوية البيت تدب بصوت شبه عالي. دخلت المطبخ وأنا بكامل حماسي وروقاني للمطبخ وشغلت الفرن، لكن لفت انتباهي المطبخ بسبب إنه نظيف عكس باقي الأماكن بالبيت المتسخة. وبلحظة سمعت صوت شي طاح على الأرض. طفيت الأغنية وانطلقت لمصدر الصوت، وأول ما طلعت من المطبخ المطل على الباب الخارجي للبيت انصدمت إنه كان مفتوح على كبره. بهاللحظة تصنمت بمكاني وأنا أتذكر إني قفلته بعد ما نزلت كل الأغراض من سيارتي. قررت أتصرف واتجهت للباب وصرت أطل على الخارج، لكن ما في أي أحد غيري. قفلت الباب بالقفل أكثر من مرة وأخذت السكين اللي كنت أقطع فيها الأكل من المطبخ واتجهت لكل غرفة ومكان بالبيت. صرت أفتش كل شيء بحذر شديد، وبعد ما خلصت بقى لي آخر غرفة، واللي هي نفس الغرفة اللي نسيت الشباك حقها مفتوح المرة الماضية. وفتحت الباب بحذر شديد، دخلت الغرفة وبديت أتفقدها بالكامل، لكن ما في أي شيء يلفت النظر باستثناء المراية اللي كانت طايحة على الستارة. قلت بيني وبين نفسي يمكن بسبب الهواء القوي، وهذا هو مصدر الصوت اللي سمعته قبل دقائق من المطبخ. بدأت أجمع الزجاج المتناثر على المكان بشويش عشان ما يجرحني، وقبل لا أقفل الشباك ألقيت نظرة سريعة على سيارتي والمكان تحت، وفجأة شخص واقف بجنب سيارتي بملامح ما كانت واضحة بحكم إن الليل أوشك يحل. صنمت بمكاني لثواني لما قررت أتشجع وأبين له إني مو خايف منه، وقلت بنبرة حادة: من أنت وإيش قاعد تسوي هنا؟ لكن ما كان يجي من ناحيته أي رد. كملت جملتي وقلت: أنا بلغت الشرطة وهم جايين بالطريق لهنا، خليك واقف. رجعت كم خطوة لورا بعد ما قفلت الشباك واتجهت لجوالي الموجود بالمطبخ وقررت أتصل على الشرطة، لكن ما كان في أي برج تغطية بهالمكان. كنت متناسي هالشي من البداية وناسي تماما إن عيب هالمكان هو النت. توجهت للباب بحذر وأطرافي كانت ترجف من الخوف. طلعت مع فتحة الباب ولكن ما كانت السيارة واضحة لي بالكامل. صعدت الدرج ورجعت لنفس الغرفة مرة ثانية والشباك كشف لي المكان بالكامل، لكن اختفى ذاك الشخص ولا عاد له وجود. عدت ذيك الليلة وأنا أفكر فيه وين من الممكن أنها اختفى. هل معقولة سمع كلامي لما كذبت عليه وقلت له أني بلغت الشرطة وقرر ينحاش، أو أنه يعرف أن هالمكان ما في تغطية وقرر يتخبى بمكان عشان ينقض علي بعد ما يلعب بأعصابي؟ تساؤلات كثيرة تراكمت بداخلي ولا قدرت أبدا أحصل لها جواب يطمني داخليا. عدت بعدها كم ليلة ما كنت أقدر أطلع من الباب، خايف على روحي لدرجة أني حطيت فراشي عند مدخل البيت تحسبا لأي شيء ممكن يصير. خلال هالمدة كنت أسمع أصوات من أحد الغرف اللي سواها أبوي داخل القبو لناس يهمسون بكلام ما كان واضح لي أبدا، مما أني اضطريت أقفل الباب بقفل وكومة حولها أغراض كثير عشان ما حد يفتحه ويطلع عندي. وبعد ما مرت كل هالمدة كان الوضع هدوء لدرجة أني قادر أسمع صوت العرق وهو يتصبب من جبيني من الخوف. وبعد ما تأكدت إن العاصفة اختفت من المدينة طلعت من البيت تارك ورايا كل المستلزمات والأغراض اللي جبتها معايا. ولحظتها ما كنت متأكد إني قفلت الباب ورايا ولا خليته مفتوح عشان يسهل على الأشخاص الغريبين إنهم يسرحون ويمرحون داخل البيت بلا حسيب ولا رقيب. نظرت للمرة الأخيرة للبيت من مراية السيارة اللي بالنص، وكنت قادر أشوف نفس الطيف اللي لمحته أول مرة من الشباك العلوي يطالع ناحيتي. لما بعدت وغادرت المنطقة وأجزمت وقتها ما أرجع لذاك المكان مرة ثانية لو إيش ما صار.